اللاعب الاعنف في تاريخ كرة القدم. هنتكلم النهارده نجوم مصر عن اعنف لاعب في تاريخ كرة القدم، وبعد تفكير طويل قلت اشغل دماغي ونعرف مين هو. وانا بفكر قلت راموس، وبعدين قلت لا، وبعدين قلت مالديني، وبعد تفكير كده في مالديني شوية وحبل افكاري نزل وشفت الفيديو ده وقلت هو ده اعنف لاعب في كرة القدم. هنتكلم النهارده عن بيبي، وهل هو فعلا كان عنيف بس ولا كان مفيد لفرقته. واللاعب ده كان معروف ان هو غشيم بس ما كانش معروف ان هو مهاري ومؤثر. وبعد الفيديو ده انت احكم بنفسك بقى، هل هو كان صلب ولا كان بيبقى قاصد يكسر اي حد قدامه. فهنتفرج اللعيب ده كان بيعمل ايه وانتوا احكموا. مبدئيا كده اللعيب ده كان مفيد لفرقته جدا، وكان مهاري وكان بيعمل حاجات والله هفاض في الدوري المصري مش بيعرفوا يعملوها. واللي استغربته بقى بجد ان اللعيب ده يا جماعه كان بيعمل اسيستات. هو انا ليه هبدا اغير فكرتي عن بيبي يا جماعه؟ هو التاريخ بجد هو اللي كان مبوظ سمعته قدامنا يا جماعه. بجد هو اللعيب اللي قدامنا ده بيبي ولا مش بيبي، ولا انتوا بتتفرجوا على حد تاني ولا انا بتفرج على حد تاني؟